أعلنت الكتلة الديمقراطية في البرلمان التونسي البدء باعتصام في مقر المجلس بسبب رفض رئاسة المجلس إصدار بيان يندد بالعنف الذي تعرض له النائب بالكتلة الديمقراطية أنور بن شاهد. البرلمان التونسي في جلسة مناقشة خاصة لحادث الاعتداء الذي تعرض له النائب في الكتلة الديمقراطية أنور الشاهد على أيدي نواب ائتلاف الكرامة، حادث أثار الكثير من الانتقادات والاحتجاجات، وخصوصا بسبب رفض رئيس البرلمان راشد الغنوشي التنديد بمجرى. النائب الذي تعرض للاعتداء تقدم بشكوى رسمية للنيابة العامة ضد نواب ائتلاف الكرامة، لكنه دعا إلى عدم الانسياق للعنف. الرئيس التونسي قيس سعيد دخل على خط أحداث البرلمان وتداعياتها، فانتقد اللجوء إلى العنف، مؤكدا أنه سيتصدى بكل الوسائل لكل من يحاول إسقاط الدولة التونسية على حد وصفه. لن نقبل أبدا بأي تصرف غير مسؤول، وليتحمل الجميع وتوجه إلى الشعب التونسي المسؤولية كاملة. تونس فوق كل الأحزاب وفوق كل الاعتبارات، ولن نتركها لقمة سائغة لمن يريد إسقاطها من الداخل. من جانبها قالت النائبة المستقلة مريم اللغماني إن تونس انتقلت من العنف السياسي إلى العنف الجسدي، مضيفة أن السلطة التشريعية تمر بفترة حالكة. هو بالحق معناها فترة حالكة تمر بها السلطة التشريعية في تونس، من العنف السياسي انتقلنا للعنف الجسدي والتهديد الجسدي، وهذا ما نحن ندوا به في تونس. ونظم الحزب الدستوري الحر تظاهرة في البرلمان رافعا شعارات تطالب بطرد من وصفهم بالخونة من مجلس النواب. وقالت رئيسة الحزب عبير موسي إنها تقود ثورة ضد هيمنة شيخ الإخوان على البرلمان التونسي، في إشارة إلى الغنوشي، مؤكدة ضرورة تصنيف تنظيم الإخوان على لائحة الإرهاب. وقالت موسي إن الحزب الدستوري الحر يقود ثورة ضد الظلامية وتخريب البلاد. وينضم إلينا من تونس الباحث السياسي المحامي حازم القصوري، وأيضا الكاتب والباحث السياسي منذر ثابت. أهلا بكم معي ضيفي الكريمين. أبدأ معك أستاذ حازم. الكثير من مطالب والأنظار التي توجهت إلى الرئيس التونسي الذي بات محط أنظار في ظل هذه الأزمة الأخيرة، مطالبات له بقرارات حاسمة لفض حالة الفوضى أو المهزلة في البرلمان حاليا، المؤسسة التشريعية في تونس. برأيك هل يمكن أن يذهب الرئيس قيس سعيد إلى أبعد من بيان الرئاسة الذي تبعناه؟ شكرا. دعيني سيدتي أن أدين بشدة يعني التصريحات اللامسؤولة الصادرة عن أحد أنفار يعني ائتلاف الكرامة بخصوص يعني المرأة التونسية، وهذا يعني منعرج خطير يجب إدانته بجميع الأشكال، ونتضامن مع التونسية يعني في يعني مهما كان موقعها، باعتبار هنالك هجمة يعني ثابتة يعني ضدها من الأطراف الظلامية. بخصوص يعني تصريحات الرئيس قيس سعيد، حقيقة في كل مرة يظهر السيد الرئيس يعني ويصرح يعني تصريحات نعتبرها نارية مع حفظ المقامات واحترام الواجب. نعتقد أن هذه التصريحات يجب أن تخرج من الجانب النظري وتدخل حيز التطبيق. يعني إذا يعني ما أراد تسمية الفاسدين فليسمي الأشياء بمسمياتها، وفليضع يعني إصبعه على يعني الداء،
ويحلحل حقيقة المسائل. حقيقة يعني مربع العنف يتقدم رويدا رويدا. طب ولكن ما الذي بإمكانه يعني ما هي مجالات التحرك بالنسبة للرئيس التونسي؟ حقيقة يعني من ناحية القانون ومن ناحية الصلاحيات لا أعتقد أن أمام الأزمة يعني الحاصلة في البرلمان التونسي لا يمتلك الإمكانيات القانونية ولا السياسية، فقط بإمكانه جمع الأطراف على الحوار، وهذا مهم في اعتقادنا باعتبار أن هذه الأزمة قد تدفع يعني بالبلاد إلى أزمة يعني سياسية عميقة، قد ينتقل هذا العنف إلى الشارع، وخاصة وأن جميع الأطراف يعني يتهيأ لذلك. بالتالي يعني الجلوس في هذه المرحلة يعني التاريخية مهم رغم الاختلاف الإيديولوجي. طيب. بالتالي يمكن فهمت يعني الخروج بالبلاد من هذا النفق السياسي. طيب أستاذ منذر، كما أشار ضيفنا أستاذ حازم، دائما تصريحات نارية للرئيس يهدد ويتوعد، ولكن هل يمكن أن يذهب إلى أبعد من هذا؟ هل تجد صداها المطلوب إذا تابعنا أنه مخلوف من ائتلاف الكرامة نفسه يهاجم الرئيس التونسي ويقول بأنه لا يمثل كل التونسيين، هو شخص غير قادر على الفعل، شخص ضعيف لا يحظى بالاحترام، على حد قوله؟ من الناحية الدستورية أكيد أن اللعبة مغلقة كما يقال من طرف المجلس الوطني التأسيسي، يعني صلاحيات الرئيس لا تسمح له بحل البرلمان، لنقول هذا بصفة نهائية حتى في المادة 80 جازمة أن حتى المادة 80 يعني البرلمان يبقى ملتئم عداء صلاحية حل سحب الثقة من الحكومة. الإشكال هو إشكال سياسي، إشكال في علاقة بمشهد مشوش، مشهد أجمعت كل الأطراف على كونه إحدى الأسباب المركزية لوضع الانهيار الاقتصادي ووضع التشتت وأيضا الانهيار الاجتماعي. الرئيس قيس سعيد يعلم جيدا أن مجال الصلاحيات ضيق، لكنه يعتبر أن المراهنة على ما هو السياسي كسب الشارع، وكسب الشارع بدعم مباشر من الاتحاد العام التونسي للشغل يمكن أن يكون البديل الحقيقي بالنسبة لهذه الأحزاب التي تجد نفسها مهددة انتخابيا بحالة الغضب المتسع في الشارع. يعني واضح منذ البداية أن الرئيس قيس سعيد أولا يعتبر أن الأحزاب أشكال متخلفة للتنظم السياسي، ثانيا أن المراهنة الأولى والنهائية على الشارع، هذا الشارع الذي يدعمه. ولكن أستاذ منذر، أليس من المفترض حتى أن الرئيس من ضمن صلاحياته أن يسهر وأن يكون الوصي على تنفيذ وتطبيق الدستور في البلاد؟ هل ما حدث في البرلمان دستوري بدءا من الاعتداء على المرأة والطعن في حقها الذي ضمنه له الدستور وصولا إلى الإجراءات وإلى العنف اللفظي والمعنوي والجسدي كما تبعناه في تصورات بالنسبة أو تصرفات بالنسبة لائتلاف الكرامة ما فتئت تتطور إلى الأسوأ ومن عنف إلى عنف؟ هو الإشكال في أن الرئيس تدخل بناء على هذا البند الذي يؤكد على كونه المؤتمن على احترام الدستور، خاصة في غياب المحكمة الدستورية. يبقى الإشكال، هل أن الرئيس قيس سعيد نجح في أداء دوره التحكيمي؟ البارحة ما حصل أن قيس سعيد انتصر لطرف الكتلة الديمقراطية على حساب الطرف الثاني أي ائتلاف الكرامة، في حين أن المفروض أن تكون هنالك عملية تقصي وأن تكون هنالك عملية تحقيق، وأن يكون الرئيس في هذه الحالة جامع للأطراف المتنازعة، لا فقط بالنسبة لهذه الحالة الخاصة بالنسبة للبرلمان بل أيضا بين فرق الساحة السياسية. إلى حد الآن ثمة تعثر
في أداء الدور التوفيقي والتحكيمي بالنسبة للرئيس قيس سعيد، حتى في علاقة بمشروع الحوار الوطني من أجل الإنقاذ. يعني يستدعي ولا يتقبل خصومه الآراء الأخرى ويتعدى بالضرب. الآن يعني ليست أول مرة يكون فيها هجوم في قبة البرلمان وفي يعني حتى كواليسه، ولكن لأول مرة ينزل الدم. أكيد أن هنالك أيضا وفق رواية كتلة ائتلاف الكرامة والنائب سيف مخلوف أن هنالك استفزاز، هنالك اعتداء لفظي وجارح في علاقة بوالدته التي توفيت منذ أيام. هذا لا يمكن أن يبرر العنف، هذا أمر متفق حوله، لكن كيف تدار الأمور تحت قبة البرلمان؟ الرئيس قيس سعيد يعتبر أن الشأن هو في المقام الأول شأن رئيس البرلمان، وهو في دوره يعتبر أن هنالك ضحية وأن هذه الضحية ضروري أن يصغي إليها. هذا موضوع مجلب أيضا للنقد بالنسبة لعديد الأطراف التي اعتبرت قيس سعيد منحاز، إلى حد أن وزير الخارجية الأسبق رفيق عبد السلام وصف الرئيس قيس سعيد بكونه رئيس الكتلة الديمقراطية. يعني ثمة اتهام لرئيس الجمهورية بالانحياز لأطراف سياسية معينة. لو سمحت لي أستاذ حازم، أخفق الرئيس في هذه المسألة، مسألة التحكيم أو الوقوف على مسافة واحدة من جميع الأطراف؟ حقيقة بخصوص يعني فض هذا النزاع، وهو فهمت يعني في أي نزاع يعني طبيعي جدا يجب على رئيس الجمهورية باعتباره هو رمز للوحدة الوطنية والحامي للدستور. ويعني الثابت لدينا أن في زمن الباجي كان له دورا تحكيميا، وطبيعي جدا الخبرة السياسية والحنكة تلعب دور في زمن الباجي، خاصة وهو محامي. إضافة إلى ذلك فهو دبلوماسي يعني معروف له بصيت في الأمم المتحدة، وامتلاكه لهذه القدرات مكنته من أن يدير الصراع السياسي مع حتى الفرقاء، وهذا شيء طبيعي لا يستطيع أو لا يمتلكه اليوم في إدارة هذا الصراع السيد قيس سعيد، باعتبار أن له موقف سياسي من الأحزاب. وفي كل مرة يعني يصرح بأن هنالك أطراف فاسدة ولا يسمي الأشياء بمسمياتها، يلمح إلى وجود أطراف يعني تهدد الدولة وتهدد السلم الأهلي ولا يسمي الأشياء بمسمياتها. وبالتالي في اعتقادي أن هذا يعني هذا التردد وهذا يعني عدم اتخاذ القرار المناسب وعدم الحسم في التصريحات يخلق هذا الإرباك، ولكن وهذا يعني الفهم في الحادثة في البرلمان وحادثة التعرض والضرب كان بحاجة لتحقيق. يعني لدينا مشاهد في الفيديو يتم تداولها وما إلى ذلك. هل كان يتطلب منه أخذ مسافة واحدة أم أن القرار باستدعاء الكتلة والبيان الذي صدر كان في محله في هذه الحالة؟ علني أعتبر أن الرئيس كان يعني محرج لو طلب من الكتلة المجيء إلى قصر كرتاج وتأخرت هذه الكتلة. يعني بالتالي فإن هذه الكتلة الكرامة ترفض التحكيم في حالة، وهذا ما أكدته تصريحات النائب لكتلة الكرامة أنه يرفض التحكيم. وبالتالي هنالك إحراج للرئيس بخصوص التعاطي مع هذا الملف، باعتبار أن الأطراف المتنازعة وخاصة وأن كتلة الكرامة يعني السقف فهمت يعني التصريحات عنيفة، يعني سقف العنف يعني مرتفع، وبالتالي وخاصة على أثر التصريحات العفاسية التي تصب في خانة إهانة المرأة التونسية، وهذا يعني سابقة في تاريخ تونس بخصوص
يعني هذه التصريحات النارية التي في كل مرة تستهدف المرأة التونسية، تستهدف رموز الدولة الوطنية، وهذا خطير. وبالتالي كان على السيد الرئيس قيس سعيد التدخل فورا واتخاذ القرارات المناسبة، واعتبار أن هذا يعني لا يمكن أن يمر مرور الكرام. نعم يعني باستقبال أو بإدانة، بل يجب الحديث مع رئيس البرلمان يعني حديثا يعني قاسيا بخصوص هذا. وبالتالي فإن هذه الصورة التي تنقلها وسائل الإعلام من خلال هذا العنف يعني يسيء إلى تونس ويسيء إلى هذا المسار الديمقراطي، بل أنه يهدده بنسف برمته. طيب أستاذ منذر، ربما لعلك أشرت لمسألة الغنوشي ورئاسة البرلمان عفوا، مع رفضها وإصرارها على عدم إدانة ما حدث، ألا يجعل هذا من النهضة ومن الغنوشي نفسه ما، وإن كان ائتلاف الكرامة يتحمل المسؤولية المباشرة عن هذا العنف، النهضة والغنوشي يتحملان المسؤولية السياسية؟ أكيد أنه في انتظار صدور هذا التقرير ثمة رقابة داخل البرلمان، ثمة معارضة نشيطة. الدستوري الحر وعبير موسي في انتظار صدور هذا التحقيق في بيان رسمي يصدر عن رئاسة مجلس نواب الشعب. أكيد أن أيضا الكتلة الديمقراطية وكتلة حركة الشعب في انتظار صدور هذا البيان. وأعتقد أن الغنوشي ليس أمامه خيار عدا إدانة هذا العنف. يبقى هل أن ثمة إثباتات أيضا باستفزاز والتهجم الجارح على النائب سيف مخلوف؟ أعتقد أن هذا أمر موجود كذلك، هذا أمر مثبت وفق شهادات. وبناء على ذلك فإن إدارة الغنوشي للشأن البرلماني وخاصة الجانب النظامي ولكن يعني التجربة مع من سؤال مكتب الرئاسة في البرلمان دائما كان يجير الغنوشي لمصالحه الحزبية الضيقة في خروقات كانت متتالية للنظام الداخلي للبرلمان. هذه ملاحظات بالطبع، هذه ملاحظات سجلت الحقيقة في عديد المداخلات، ليس فقط الدستوري الحر، لكن يمكن القول بأن القادم هو الأهم. القادم أن البلاد الآن في وضع تأزم أقصى، في حالة من الاحتقان، وأن السلطة في وضع تفكك، وأن في آخر الأمر هذه هيئات منتخبة من الشعب بصفة مباشرة. والإشكال أن في ظرف الأزمة هذه الهيئات لا يمكن أن تلتئم وأن تفرز حالة من التوافق، وعليه فالبدائل ستكون الاتحاد العام التونسي للشغل، المجتمع المدني، وأيضا الملف السياسي. يعني المسار السياسي هو الذي من شأنه أن يدفع إلى حالة هذه الأوضاع من خلال حوار لا يقصي أي طرف. وهذا هو الإشكال المطروح بالنسبة للرئيس قيس سعيد، بما أنه لا يزال متشبث بشعارات 14 جانفي الذي لم يساهم فيه لا من قريب ولا من بعيد. هذا هو الإشكال. الإشكال أن الاستحقاقات والشارع لم يعد ينتظر أو يترقب ما يمكن أن تتمخض عنه طبقة سياسية لم تنجح في قيادة البلاد منذ 14 جانفي 2011. هذا هو الإشكال. وبالتالي البوابات مفتوحة على مجهول خطير وفق تصريحات محمد عبد ولكن عندما نتحدث عن دعوة الرئيس إلى ائتلاف الكرامة لها سوابق بطبيعة الحال، تطوروا وتطورت كذلك سلوكياتهم لتصبح أكثر عنفا في الصعيد المعنوي اللفظي والجسدي كذلك. ودعنا يعني نركز على هذه المسألة. وهنا أستاذ حازم، النهضة طالما اتخذت من الكرامة نفسها حليف سياسي لها يؤمن لها ما يمكن أن يطلق عليه بالحزام في داخل البرلمان، برأيك هل سيرتد هذا الموضوع أمام هذه السلوكيات التي باتنا نتابعها في البرلمان؟ هل سترتد على النهضة وكذلك على الغنوشي؟ هل يطرح تساؤلات بشأن مصيره كذلك؟ أكيد
أكيد أن في الحديث الطويل عن التحقيق، أي تحقيق يعني في المسألة، التحقيق والقضاء التونسي اليوم يشهد إضراب مفتوح، باعتبار لم يقع الاستجابة إلى مطالبه الشرعية والتي نعتبرها شرعية. وهذا يعني موضوع آخر ينضاف لهذه الإشكاليات التي يعني العالقة في ملفات هذه البرلمان أو ملف الحكومة أو رئاسة الجمهورية في غياب المحكمة الدستورية. يمكن تأويل الدستور كما نشاء وكما نريد وبالطريقة التي نراه. في غياب هذه المحكمة الدستورية يمكن شيطنة الأحزاب واعتبار الشارع هو الحل، وهذا خطير، يصب في خانة دفع يعني الأطراف إلى يعني العنف، وهذا يعني ندينه بشكل واضح. ولكن من يعرقل تشكيل المحكمة الدستورية أستاذ حازم؟ باعتبار أن العنف يبدأ في عقول الناس. ألو؟ طيب أستاذ حازم، سألتك، أنت أشرت أنه لا يمكن أن نتقدم في هذه المسائل وهذه الخلافات بدون تشكيل أو في ظل غياب المحكمة الدستورية. ما المسؤول عن المماطلة فيها؟ أكيد هنالك يعني السلطة التشريعية، يعني هنالك يعني السلطة التشريعية التي تبحث على يعني الفوز بوضع يعني أشخاص يعني مربوطين، يعني الجانب الحزبي يعني هو الطاغي في هذه المسألة. وبالتالي فإن تعطيل المحكمة الدستورية وتعطيل بعض الآيات الوطنية، مثلا نسمع يعني هذا الأسبوع أن أحد نواب الشعب اتجه إلى الهيكا، يعني الهيئة السمع البصري لبيان مكانها، وهذا خطير باعتباره عنه له إشكال مع يعني هذه يعني الهيئة. وهذا يؤكد مرة أخرى أن أمام مشهد، يعني إذا لم يقع اتخاذ الإجراءات القانونية وفتح التحقيقات يعني السليمة أو إيجاد يعني لجنة برلمانية لحلحلة هذه الأوضاع في الداخل، فإن الأزمة يمكن يعني أن تتوجه إلى ما أسوأ، وخاصة ونحن على أبواب سنة جديدة. طيب أستاذ منذر، هذا البرلمان منذ تشكيله برلمان فسيفسائي كان هناك صراعات وعدم تقبل للأطراف وما إلى ذلك منذ البداية ونتيجة الانتخابات. الآن ووصلنا إلى هذا العنف وهذا الشكل من التعاطي بما يضر تونس، وبالتالي أيضا على هذه المؤسسة التشريعية يمس فيها بشكل مباشر. برأيك هذا البرلمان بات غير قابل للتعايش؟ وما هي الحلول؟ ما هي الخيارات؟ ما هي البدائل؟ باختصار لو سمحت أستاذ منذر. أولا هذا البرلمان منتخب، وهذا البرلمان بكل تأكيد يعبر عما يعتمل في العمق الشعبي وداخل الساحة السياسية. الخطير أن ما حصل في البرلمان هو شكل من أشكال نظر ما يمكن أن يحصل في الشارع، حالة من الاحتقان وحالة من التنافي. إلى أي مدى يمكن تعايش هذه الأطراف في سياق اللعبة الديمقراطية؟ الإجابة بالسلب. هذه أطراف تتنافى، يرفض بعضها البعض. إذن الحل ليس في إعادة الانتخابات، الحل في إعادة صهر النظام السياسي بإصلاحات دستورية جوهرية. لعلني أصادف الصواب عندما أقول ضروري أن تتجه نحو النظام الرئاسي، ضروري مراجعة جملة البنود المحددة للنظام السياسي وهيكلة النظام السياسي من أجل نظام أكثر استقرار، ومن أجل منظومة حزبية أيضا أكثر وضوح وأقل تشرذم. هذا الحل الوحيد. دون ذلك سنبقى ندور في حلقة مفرغة بقطع النظر عن الانتخابات وبقطع النظر عن مواعيد ومواقيت الانتخابات. شكرا جزيلا لكما إذن ضيفي الكاتب والباحث السياسي منذر ثابت، وأيضا الباحث السياسي المحامي حازم القصوري. شكرا جزيلا لكما، كنتما معي من تونس.